عارف انت الاحساس بتاع يا لو كنت اعرف المعلومة دي قبل كده، او يا سلام لو رجعت اعدادي بعقلية وتفكير دلوقتي. كل دي حاجات مشتركة ما بين جميع الناس، وغالبا هتحس بيها في بقية حياتك كل ما تتعلم حاجة جديدة. في الفيديو بتاع النهاردة هحاول اقول لك حاجات انا عارفها دلوقتي وانا في سنة 5 طب، كنت اتمنى ان انا اكون عارفها وانا داخل سنة اولى. فيلا بينا. حياتنا بشكل عام، مش الحياة الجامعية بس، بتتقسم ل3 محاور رئيسية: دين، حياة اجتماعية، وحياة عملية. فتعال نفنط ال3 حاجات دول ونشوف مطلوب مننا ايه نعمله في ال3 حاجات دول، عشان واحنا بنتخرج بالجامعة ما نندمش على حاجة ما عملناهاش او حاجة عملناها. طبعا انا عارف كل شخص ليه ظروفه واحلامه الخاصة، ولكن تقدر تقول اللي هنقوله في الفيديو ده اطار كبير وانت تقدر ترسم جواه اللي انت عاوزه. عاوز بس افكرك ان فترة الجامعة دي هي اخر فترة هتكون حر فيها بلا مسؤوليات. طبعا عندك مسؤوليات، ولكن عواقب عدم التزامك بالمسؤوليات دي اقل بكتير من اللي هيجي بعده في الحياة العملية. يعني مثلا لو غبت، فوتت محاضرة، فوتت محاضرتين، فوتت اسبوع، فوتت شهر، كل ده عواقبه مش بنفس العواقب اللي هتحصل لك لو فوتت شغل شهر وانت عندك بيت واولاد واسرة لازم تصرف عليهم. كمان وقت الجامعة ده هو احسن وقت تجرب فيه وتفشل فيه، او ربنا يكرمك وتنجح فيه. عاوزك تتخيل معايا ان بعد فترة الجامعة هيبقى مطلوب منك تصحى 5 ايام بدري، تروح تشتغل 8 ساعات وترجع. عندك 8 ساعات محجوزين على الاقل 5 ايام في الاسبوع. ده لو انت بتشتغل في دولة آدمية. استغل فترة الحرية دي على قد ما تقدر، وبرضو درب نفسك للي هيجي بعد الجامعة. المحور الاول: الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. انت عندك 5 صلوات تصليهم كل يوم، ده ألف به كده. وده لان ائمه كبار كتير قالوا ان تارك الصلاه كافر. في بقى تفاصيل جوه الموضوع ده، تعريف تارك، وهل هو عاصي بس ولا كافر، دي حاجات كلها اعمق من ان احنا نتناقش فيها في فيديو يوتيوب من شخص زيي. ولكن الصلاة هي عماد الدين، والصلاة هي الحاجة اللي بيقوم عليها الدين. فبسم الله الرحمن الرحيم كده، انت عندك ال5 صلوات دول تصليهم. لو انت بتصليش خالص، يبقى تضمن على الاقل انك قبل ما تنام كل يوم تكون مصلي ال5 صلوات، حتى لو هتصليهم كلهم قبل ما تنام. لو انت متقطع، تظبط وقت تليفونك على اخر وقت الصلاة. يعني مثلا الفجر، اظبط المنبه بتاعك قبل الشروق ب10 دقايق عشان تلحق وقت الفجر. لو انت الحمد لله منتظم، تبدأ تزود، تروح المسجد مثلا، تحافظ على اكبر عدد من الصلوات في المسجد. هي الموضوع درجات في الصلاة وفي الحياة بشكل عام، فانت حاول تثبت على الاقل على الدرجة وبعدين تبدأ تعلى عليها. ف5 صلوات كل يوم 10 دقايق 15 دقيقة، خلصنا الموضوع ده نخش في الحاجة اللي بعدها. اقطع السيئات الجارية والرخيصة. السيئات الجارية هي السيئات اللي ما بتنتهيش بمجرد خروجها منك. انا عارف ان فتاة احلامك الفنانة رجاء الجداوي كمان فتاة احلامي وفتاة احلام كل الشباب المصريين، بس مش لازم تفكرنا كل اسبوع ان الفنانة رجاء الجداوي هي فتاة احلامك وتحط لنا صورة ليها وكلنا نقعد نتفرج عليها وانت تشيل سيئات لمجرد ان احنا بنتفرج على الستوري بتاعتك. كمان انا عارف انك من عشاق الفنان كريستوفر نولان وويس اندرسون، فمش كل ما فيلم جديد ينزل لهم تقول لنا انك بتتفرج على الفيلم الجديد. روح يا سيدي اتفرج، انت عندك معاصيك وانا عندي معصية وكل الناس عندها معصية، ولكن ما تنشرش معاصيك دي او تاخد سيئات وذنوب لمجرد ان الناس تانية بتعمل حاجات انت رشحتها لهم او عدوا عليها بسبب ان انت نشرتها في العالم. اعمل السيئات والمعاصي، حاول تبطلهم، ولكن لو هتعملهم اعملهم في الخفاء وما تنشرش سيئة جارية. يعني لو انت هتتفرج على الفيلم هتاخد سيئة او 10 سيئات الله اعلم، تخيل انت لو حطيته على الفيس وقلت للناس ريكومندد يا جماعة ده عظمة كريستوفر نولان، فكلنا نروح نتفرج على الفيلم فتاخد سيئاتنا كلنا كمان. فانت مش حمل انك تزود سيئاتك اللي اوريدي هي كتيرة. السيئات الرخيصة هي السيئات اللي ممكن تتفاداها بسهولة. يعني انا عارف ان انت الستاند اب كوميديان بتاع الشلة وانت مطلوب منك تارجت ضحك كل قعدة، فمش لازم تضحكهم بشتيمة، ممكن تضحكهم من غير شتيمة. او انت مثلا وانت بتسوق او انت في الشارع فتشتم واحد معدي من جنبك، يعني اقضم الغيظ وايه، ما تعملش سيئات سهلة او سيئات انت في غنى عنها. فاقطع السيئات السهلة والسيئات الجارية. 3: اتعلم دينك. لما هتتعلم صح هتعمل صح، ولما هتتعلم صح هتبقى تقدر تقف على ثغر من ثغور الإسلام. هتقدر تنوي في أعمالك إنك تعمل كل الحاجات ده لله سبحانه وتعالى، مما هيزود من حسناتك. يعني حاجة ببساطة إنك تتعلم إنك تنوي الأعمال اللي بتعملها كلها في يومك لله سبحانه وتعالى، هتقدر تاخد حسنات من كل حاجة. حسنات من مذاكرتك، حسنات من أكلك، حسنات من شربك، حسنات من مروحك للجيم، حسنات من روحتك ومكيتك في المواصلات. تقربك من الله سبحانه وتعالى بيبدأ من انك تعرف ايه هو الله سبحانه وتعالى وايه هو اللي ربنا طالبه منك. حاجة بسيطة من الحاجات اللي اتعلمتها مؤخرا، انا طالب في البناء المنهجي،
الشيخ أحمد السيد كان بيشرح حاجة، بيقول أول سورة الشمس: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. أنا كنت طول عمري بقرأ سورة الشمس، قرأتها عشرات إن لم يكن مئات المرات، وسمعتها عشرات إن لم يكن مئات المرات، ولكن عمري ما انتبهت لهذا المعنى. سورة الشمس ربنا بيحلف فيها بالشمس والقمر والليل 11 آية لحد ما بيوصل لقد أفلح من زكاها. يعني ربنا بيقول وكل الحلفانات دي إن الشخص الوحيد اللي هيفلح أو اللي هيفلح هو من يزكي نفسه. ومن هو من يزكي نفسه؟ ده هتعرفه بقى لما تخش وتشترك في حاجة زي البناء المنهجي أو حاجة زي منصة زاد أو حاجة زي منصة زادي. هسيب لكم الحاجات دي كلها في الكومنتات، وإن شاء الله تستفيدوا منها. فتعلمك للدين هيخليك تعمل بشكل أصح، وهيفيدك جدا في حياتك الدينية وكمان حياتك العملية. فالمطلوب منك دينيا في فترة الجامعة انك تصلي ال5 صلوات في ميعادهم، انك تبطل السيئات الجارية. بونص في حياتك الدينية انك ما تغشش ولا تغشش. انا عارف ان ده افيه، ولكن ما تغش. هو حرام انك تغش وحرام انك تغشش، ولا تغش ولا تغشش. كده كده درجات الجامعة هتيجي او مش هتيجي ملهاش لازمة قوي في اغلبية الكليات خصوصا في مصر. فدي برضو حاجة نقدر نعتبرها من السيئات السهلة. ولو هتغش او هتغشش ما تتنمرش او ما تتريقش على الشخص اللي ما بيغشش ولا بيغش، لان هو بيعمل الحاجة اللي ربنا قال له عليها. حتى لو انت شاكك ان هو جايله الموضوع من ناحية تانية غير الدين، غير ان هو دحيح او يهودي او الكلام المضحك بتاع الميمز ده، ولكن انت ما تقدرش تدخل في نواياه وما تقدرش تعرف هو بيعمل الموضوع ده ليه. ولكن اللي ظاهر لك هو انه بيعمل حاجة ربنا امره بيها، وانت لو انت بتغش او بتغشش فبتعمل حاجة ربنا ما امركش بيها. ولو غشيت او غششت ما تتريقش على اللي ما بيعملش كده. قلبك تقدر تهزر معاه وقريبين في التفكير وفي الذكاء، خير وبركة. ما لقيتش ما تفرضش على نفسك بس انك يبقى عندك صاحب عشان تلاقي حد تروح وتيجي معاك جامعة ولا حد تبعت له ميمز. فلقينا صاحب خير وبركة، ما لقيناش صاحب ربنا يكرمنا وهنلاقي صاحب. شوف نشاط طلابي هتستفيد منه، نشاط طلابي هيعلمك، نشاط طلابي هتعمل فيه علاقات اجتماعية، وكمان هيجهزك للحياة العملية. عيلتك لو انت مش قريب منهم كلمهم كواجب ديني، لانك وانت ماشي على الصراط في يوم الحساب لو ما بتصلش رحمك هتقع من على الصراط. فصل رحمك حتى لو بمسجات على الواتساب او بمسجات على الماسنجر. اعمل نص ساعة في الاسبوع ابعت فيها رسائل لكل قرايبك مثلا، او اعمل ساعة ساعتين لو هم حواليك روح زورهم كلهم مرة واحدة. صلة الرحم مهمة جدا حتى لو هي تقيلة على قلبك. المحور الثالث هي الحياة العملية. الحياة العملية مش الحياة اللي انت بتشتغل فيها، ولكن وجودك في الجامعة. فما تحرقش نفسك قوي في المذاكرة، وما تقعدش تعيط على الدرجة ولا الدرجتين. زي ما قلنا الدرجات في الجامعة مش مؤثرة قوي، في حتت مؤثرة فيها طبعا، ولكن مش للدرجة اللي انت فاكرها دي. الامتحان اللي انت هتتضايق عليه هتنساه كمان شهرين، هتنساه كمان سنتين، بعد التخرج هيبقى غالبا مش في ذاكرتك اصلا. فذاكر واجتهد وخش وتوكل على الله وجيب الدرجة اللي هتجيبها وخلاص. وعلى الناحية التانية برضو ما تضربش الموضوع صارمة خالص وما تذاكرش خالص وتروح الجامعة تعدي كده وخلاص، لانك برضو محتاج الاساسيات، محتاج العلم. انا عارف ان السمعة طالعة ان مفيش حد بيتعلم حاجة في الجامعات وكله في سوق العمل، ولكن انت لو طالع باساس محترم، اساس قوي، اكيد ده هيفيدك او على الاقل مش هيضرك. حاول تتعلم الاساسيات اللي هتشتغل بيها اول ما تتخرج على طول. يعني مثلا في الطب اللي المفروض انا بفهم فيه، اول ما اتخرج هشتغل دكتور امتياز او دكتور بتاع كل حاجه. فانا مطلوب مني حاجات زي ان انا اعرف اخد تاريخ مرضي، حاجات زي ان انا اعرف اعالج الامراض الاساسيه زي مثلا قرحه المعده، الازمه، ان انا اعرف اقرا رسم قلب او اشك ان الرسم القلب ده مش مظبوط فابعته لحد، اعرف اخيط الخياطه السطحيه، اعرف اركب كانيولا. الحاجات اللي هي الاساسيات دي اللي مش تاخد منك على فكره وقت كبير. يعني ممكن الحاجات بتاعت دكتور الامتياز الاساسيات دي تاخد مثلا 10 20 30 50 100 ساعه. تخيل لو انت عملتهم في الجامعه ودخلت المستشفى مثلا بتعرف تعمل الحاجات الاساسيه دي كلها، هتوفر عليك وقت كبير وهتخليك مركز في انك تتعلم الحاجات اللي اكثر تفصيلا، الحاجات اللي هتخليك احسن من غيرك او الحاجات اللي هتخليك تكون متميز في شغلانتك. بونص في الاخر: كل ونام واهتم بصحتك.
كل كويس ونام 7-8 ساعات في وقت منتظم، والعب رياضة، العب جيم، العب كورة، ولكن نلعب رياضة على الأقل مرتين 3-4 في الأسبوع، لأن أنت عندك 20 22 23 سنة، فده البيك أثليتيزم بتاعك، فأنت ده هتسأل عنه يوم القيامة. وكمان عشان ما تبقاش راجل عندك 22 23 سنة ماشي بجسم راجل عنده 60 سنة، وده هيخليك تحس بنفسك أحسن نفسيا وكمان عقليا، وانت قاعد بتذاكر او انت قاعد بتفكر في حاجة هيفيدك انك تكون شخص صحي، بتاكل كويس وبتنام كويس وبتتمرن كويس. حاجة أخيرة قرأتها وعجبتني بيقولك use the weekend to build the life you want not to escape the life you have. يعني استخدم الأجازة بإنك تبني الحياة اللي انت عاوزها، مش إنك تهرب من الحياة اللي انت فيها. يعني لو انت نفسك تبقى فريلانسر أو نفسك تشتغل برا مصر، استغل الأجازة في إنك تعرف الطرق، إنك تتعلم لغة البلد اللي انت عاوز تروحها، إنك تحط استثمار طويل الأجل هتشوف توابعه لما تتخرج إن شاء الله من الجامعة. فده كان كل اللي عندي النهارده. لو في حد عنده اي اسئله في الكومنتات يبعتها لي. انا موجود على الانستجرام على @دكتور فرج لو حد عاوز يرغي معايا او يعمل لي فولو عشان ابقى مشهور. وتذكر دائما يا عزيزي ان مهما كانت مشاكلك ففي اطفال بتموت من الجوع في افريقيا. اشوفكم الحلقه الجايه، السلام عليكم.